أما بعد، فإن الجهاد في اللغة هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله بالهدى ودين الحق هو مجاهد في سبيل الله. فكان الجهاد في البداية في الدعوة والتربية 13 سنة بمكة، ثم لما هاجر إلى المدينة فرض الله عليه الجهاد في سبيله بالسلاح، فبدأ الجهاد ولم يتأخر عنه في وقت من الأوقات، وقاد صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها وسير السرايا والبعوث، فكانت الغزوات 37 غزوة، وكانت السرايا والبعوث قرابة ذلك، فكان من ذلك 70 جيشا في سبيل الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل بنفسه، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم حنين عندما انهزم الناس عنه وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ورمى قبضة من تراب في وجوه العدو فلم يبقى أحد إلا وقعت في عينه من غبارها وترابها، فهزمهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة جهز الجيش الذي هو 10,000 مقاتل، واستجاب فيهم لدعوة عمرو بن سالم التي يقول فيها: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعو عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل السيف يسمو صعدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ففي الجهاد بالنفس كان أشجع الناس، لا يصفه أحد من أصحابه إلا بأنه أشجع الناس، وكل من رآه وعرفه يصفون ذلك. وكان في الجهاد في الطاعة والعبادة كذلك أعبد الناس وأتقى الناس، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخلكم لا يقول الرفث، يقصد عبد الله بن رواحة، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا ابيض مفتوق من بالصبح ساطع، أنار قام الهدى بعد، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق مفتوق من الصبح ساطع، يبيت يجافي جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وكذلك الجهاد بالمال، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يجاهد بماله وبذل كل ما يملك في سبيل الله ونصرة الله ودينه. وقد بين موقفه في قوله: لو وضعوا الشمس في يميني وضعوا القمر في شمالي على أن أتراجع عن هذا الأمر قدر أنملة ما رجعت، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت جهادا للنفس، وجهادا للشيطان، وجهادا للكفار، وجهادا للمنافقين. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو المجاهد الأول في هذه الأمة، وهو الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نبينا عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 منهن، في 9 غزوات هو يباشر القتال عليه الصلاة والسلام، وقد كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. والصحابة يقولون: كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه، الذي يكون في حذاء في صف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشجع الناس، لكن ما يستطيع أحد أن يتقدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ختم الله له حياته بالشهادة، يعني أكرمه الله بالنبوة وأكرمه الله بالرسالة. وكذلك توفي عليه الصلاة والسلام متأثرا بالسم الذي وضعته له المرأة اليهودية في الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أكلة خيبر تعاودني،
وهذا أوان قطعة أبهري. حقيقة أنا مسرور بهذه التظاهرة الإسلامية الكبيرة التي فيها إحياء لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط للأحداث التي تدور في فلسطين بحياة نبينا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لا ريب أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة جميعا في مسألة الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق معجزة لم يحققها محارب ولا زعيم ولا مناضل أبدا، وهو أنه في 10 سنوات أقام دولة عظيمة، وبعد موته صلى الله عليه وسلم استمرت هذه الدولة في التوسع ولا تزال قائمة حتى الآن. وهذه الدولة العظيمة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأقل قدر من الضحايا، والنبي غزا 27 غزوة ولكن لم يقع قتال إلا في ثلث هذه الغزوات فقط، فهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المشهد المهيب البهيج الذي نراه نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بداية حركة الأمة للجهاد في سبيل الله ولتحرير فلسطين وكل مقدسات المسلمين وكل بلاد المسلمين المحتلة. من الطبيعي أن الجهاد يتضرر كثيرا بفرقة المسلمين وتمزق المسلمين. حين يقع التفرق والتمزق بين المسلمين يبدأون يتعاركون مع بعضهم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا بد أن الجهاد يستدعي الوحدة، والوحدة أيضا تستدعي الجهاد. ولعل ما حصل في تركيا وما أنعم الله به على المسلمين في تركيا من وجود قيادة إسلامية لا تعادي المسلمين، فاجتذبت إليها كثيرا من المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، أن يكون هذا بذرة وأرضا يتوحد عليها المسلمون، لأن المسلمين إذا توحدوا فلن تقف أمامهم لا أمريكا ولا أوروبا ولا إسرائيل، وسيستعيدون بسهولة المسجد الأقصى مرة أخرى.